الزلازل، وهي عبارة عن ظاهرة طبيعية تؤدي إلى اهتزاز في الأرض أو سلسلة اهتزازات. ولمواجهة الزلازل هناك عدة طرق يمكن اتباعها. قبل الزلزال هناك عدة نقاط. أولاً التقيد بقواعد البناء الزلزالي. ثانياً الاطلاع على تعليمات الإنقاذ. ثالثاً تحديد نقاط قطع الغاز والكهرباء. ورابعاً تحديد المكان الذي يمكن الاختباء فيه. أما أثناء الزلزال إذا كنت داخل المبنى، أولاً عدم محاولة الخروج. ثانياً الاختباء تحت طاولة صلبة أو مكتب. ثالثاً انتظار انتهاء الهزة. رابعاً الابتعاد عن الواجهات الزجاجية والنوافذ. خامساً عدم إشعال النار. أما إذا كنت في الشارع فيمكن اتباع: 1. الابتعاد عن المباني من أجل تجنب سقوط الأغراض. ثانياً البقاء وسط الشوارع أو في مساحات فارغة. وثالثاً الابتعاد عن كل ما يمكن أبنية، أسلاك كهربائية أو أي شيء ممكن أن يسقط من أماكن مرتفعة. أما إذا كنت في المركبة يمكن اتباع: 1. ركن المركبة بعيداً عن المباني وكل ما يمكن أن يسقط. ثانياً وقف المحرك وعدم النزول وانتظار انتهاء الهزة. بعد انتهاء الهزة الأولى الانتباه من احتمالية حدوث هزة ارتدادية. أما بعد الزلزال إذا كنت داخل المبنى يمكن اتباع: 1. قطع الماء والكهرباء. وثانياً عدم إشعال النيران، الكبريت، القداحة، وعدم التدخين. ثالثاً في حال تسرب الغاز يتم الكشف عنه من خلال الرائحة. يتم كذلك فتح الأبواب والنوافذ وإنذار فريق الإغاثة. رابعاً إخلاء المبنى بأسرع وقت ممكن من دون استعمال المصعد. أما إذا كنت في الشارع فيمكن اتباع: أولاً الابتعاد عن كل بناء وكل شيء ممكن أن يسقط. ثانياً تقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها. أما إذا كنت في المركبة عدم الرجوع إلى أبنية المنطقة المنكوبة من دون موافقة السلطات. وفي جميع الحالات أعزائي يمكن اتباع ما يلي: أولاً عدم الاتصال بفرق الطوارئ إلا في حالات الحاجة القصوى لتجنب شغل الخطوط. وثانياً تقديم المساعدة للأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وثالثاً تجنب الذهاب لإحضار الأولاد من المدرسة. ورابعاً الاستماع إلى الراديو للاطلاع على التعليمات التي تنشر من قبل فرق الطوارئ. وختاماً في الخامسة تقديم المساعدة الأولية للجيران.